مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. اهم حاجة تكونوا بصحة وسلامة دايما. النهاردة كنا قاعدين انا وجماعة صحابي صديقات ليا، كنا بنتفرج على فيلم عربي قديم اسمه حبيب الروح. قاعدين عادي بنتفرج على الفيلم والدنيا حلوة وخلاص تمام. الفيلم خلص من هنا وقامت خناقة ما بين الصحاب اللي كانوا قاعدين. الصحاب انقسموا لفريقين، فريق منهم شايف ان نهاية الفيلم حلوة، وفريق منهم شايف ان النهاية ما كانتش تمام، لازم تتغير. الفيلم باختصار عبارة عن واحدة كانت متجوزة زي اي واحدة فينا، عايشة في بيتها، ربة منزل، اتعرفت على موسيقار شاف فيها موهبة الغنى، ان صوتها حلو، انها ممكن تبقى مطربة مشهورة. فضل وراها لحد ما وقع بينها وبين جوزها وحصل بينهم مشاكل وانفصلت عن جوزها، والموسيقار خدها وخلاها فعلا مطربة مشهورة، وحقيقي هي كان صوتها جميل وبقت مشهورة فعلا. ومشيت من الأيام، جوزها حب يرجع لها تاني في الآخر بعد ما بقت مشهورة وليها جمهور وخلاص بقى ليها كيان في الفن. جه جوزها في الآخر حب يرجع لها. في مشهد في الآخر الفيلم صراع ما بين الحياة اللي هي عايشة فيها دلوقتي، اللي هي حياة الفن والشهرة والفلوس، وحياة البيت والحياة الزوجية. ففي حوار كان داير بين أنور وجدي ويوسف وهبي، كل واحد فيهم شايف من وجهة نظره الحياة وبيتكلم على الأساس اللي هو شايف بيه من منظوره هو. أنور وجدي بيتكلم على إن الأضواء دي هتختفي في يوم من الأيام، وإن جمالها وشبابها مش هيدوم، وإن هو اللي باقيلها وبيتها اللي باقيلها، وإن جوزها يعني اللي هيكمل معها المشوار لحد الآخر، وهو الوحيد اللي هيقبلها مهما عجزت أو شكلها اتغير أو صوتها راح، ما بقاش صوتها حلو زي ما هي شابة يعني. وبالنسبة لمنظور الفن من ناحية الأستاذ يوسف وهبي، إنه هو شايف إن هي موهبة تستحق إن الناس تشوفها، وإن ما ينفعش إنها تدفن، وإن الأضواء والشهرة اللي هي وصلت لها ما ينفعش إن هي تدوس على كل ده من بعد ما هي نجحت، وإن هو عملها، وإن هي لازم تكمل. طول المشهد وأنا عيني عليها هي والكلام اللي هي بتسمعه، هي كانت ساكتة. الحوار داير ما بينهم هما الاتنين، ما بين أستاذ يوسف وهبي وأستاذ أنور وجدي، وهي ساكتة ما بتتكلمش، هي قاعدة تسمع. الفريقين بقى اللي عندنا من الأصدقاء يعني اللي قاعدين معايا أنا في اللمة الحلوة دي، في منهم اللي يقولها لا روحي مع جوزك، وانت صح لازم ترجعي لبيتك، وما ينفعش انك تسيبي بيتك، والست ملهاش الا جوزها وملهاش الا بيتها، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. والفريق التاني لا ما ينفعش بعد ما بقت خلاص بقى مستقلة بذاتها، وانها عملت مجدها وعملت فلوس وعملت شهرة، ازاي تدوس على كل ده وترجع تاني؟ ما ينفعش ترجع. المهم انها في الاخر بعد ما سمعت الكلام ما بين الطرفين، هي خدت القرار، أستاذة ليلى مراد يعني في الفيلم، ورجعت لبيت جوزها. فطبعا قامت معركة في القعدة اللي أنا قاعداها وطبعا الفريق اللي كان بيرحب ان هي ترجع لبيت جوزها تاني طبعا كان مبسوط جدا وفرحان، وان هو ده القرار الصح، وهي عملت كده الصح، كانت لازم ترجع لجوزها تاني.
طبعا الفريق التاني اللي هو كان شايف ان هي لازم تكمل في حياتها بعد الشهرة اللي هي وصلت لها والنجومية، شايف ان ما ينفعش، وخصوصا ان جوزها رماها، يعني هو سابها ورجع لها بعد ما بقت حاجة. يعني الفريق اللي هو كان شايف ان هي لازم تكمل في حياة الشهرة والفلوس والنجومية اللي هي عملتها، قال البنات يعني اللي هم كانوا شايفين كده، قالوا ان هم شايفين ان جوزها رجع عشان يهدها، وان هو استخسر فيها ان هي تبقى حاجة، ولما شافها ان هي بقت فعلا قوية وتقدر تعيش من غيره، فأنانيته ما سمحتلوش ان هو يسيبها في حالها، فعشان كده رجع عشان يهدها، لان هو اتضايق ان هي بقت احسن منه من بعد ما سابها، والكلام اللي هو اللي الراجل لازم يهد الست، وان هي ما ينفعش تبقى احسن منه حتى بعد ما يسيبها، ومش هيسيبها في حالها انا كل ده فضلت قاعده ساكته ما بتكلمش، انا عايزه اسمع. بعد ما خلصوا كلام خالص فسالوني عن رايي. اي حياه منهم كانت المفروض ان هي تروح لها، ترجع تاني لبيتها وجوزها، حتى بعد ما رماها وطلقها، وحتى ما خلاهاش تبات في البيت ليله وطردها بالليل في الشارع، ولا تكمل في حياة النجومية والشهرة، وانها خلاص بقت مستقلة بذاتها ووقفت على اول الطريق تكمل بقى. انا اجابتي ما عجبتهمش، فمش عارفة، قولولي انتوا اذا كنت انا صح ولا غلط. انا عن نفسي شايفة ان الفريقين صح. ازاي؟ من وجهة نظر الشخصية اللي هي ليلى، أستاذة ليلى مراد، هي كان في الفيلم اسمها ليلى. من وجهة نظرها هي شافت ان حياة الأسرة والبيت والاستقرار أحسن من حياة النجومية والسفر والحياة الملخبطة اللي ملهاش مواعيد. هي قررت راحتها فين، فراحت اللي قلبها مرتاح ليه، واللي هي شايفاه انه مناسب ليها. قبل ما يحصل مواجهة بينها وبين زوجها وأستاذ أنور وجدي، أستاذ يوسف وهبي، كانت الدايرة بتاعتها بتقول لها ان هي في الأول كانت أحسن وست ملهاش إلا بيتها، وانها كانت حياتها مستقرة وأهدى من حياة النجومية واللخبطة والموسيقى ليل نهار. ده من وجهة نظر شخص. هي سمعت من الطرفين وفكرت وراحت للي ارتاحت له وشافت ان هو الأصلح ليها. ممكن في شخصية تانية في نفس الموقف، بس شخصية تانية بفكر تاني تروح لا، انا مش هسيب اللي انا وصلت له وانا هكمل، وحياة الفن احسن، وان انا خلاص بعد ما بقيت مستقلة وعندي استقرار مالي مثلا، او استقرار في الحاجة اللي انا بحبها، سواء موهبة او شغل، انا مش هسيب اللي انا وصلت له وانا هكمل فيه. دي شخصية. في شخصية ثالثة ممكن تبقى محتارة، ما تبقاش عارفة تاخد قرار في وقتها، ما بتبقاش عارفة ان يعني تروح هنا ولا تروح هنا، محتاجة وقت تفكر شوية وتهدى، او ممكن تاخد قرار تتطرع فيه تندم بعد كده. المهم ان في الحالتين، سواء اذا كانت فعلا كملت مع جوزها او كانت كملت في طريق الفن، او ايا كان الطريق اللي هي ماشيه فيه التاني، في الحالتين هي صح. هقول لكم ازاي. الانسان بطبعه ما بيرضاش، مهما عملت عمرك ما هترضى يا بني ادم، ده حقيقي. خلينا نفكر ان احنا ممكن يكون مثلا عندنا حياتين، ربنا مدينا حياة نعيشها، وبعد ما نموت لينا فرصة تانية في حياة تانية. دايما الانسان يقول يا رب انا ليه، يعني لو كان ليا حياة تانية ده انا كنت عملت وعملت وعملت وغيرت حياتي احب اقولك ان لو ربنا كان مدينا حياة تانية، وان احنا فعلا لينا فرصة تانية نعيشها، حاجة من الاتنين: يا كنت هتعمل نفس الحاجات اللي انت عملتها في الحياة الاولى، وبنفس الاختيارات اللي انت كنت مختارها في نفس حياتك الاولى،
لان احنا بنختار على حسب الموقف اللي احنا بنبقى فيه وعلى حسب الضغوطات اللي بتبقى علينا. مش واحد يعني قاعد ما يعرفش حاجة ويقولك لا ده انا لو كنت مكانك كنت عملت كذا. تعالى مكاني في الوقت والظروف اللي انا كنت فيها، انت نفسك بعد ما الوقت ده بيعدي تقول انا كان المفروض اعمل كذا. مع اني لو الوقت رجع عليك تاني بنفس الظروف، بنفس الملابسات اللي موجودة حواليك، بنفس الضغوطات، هتلاقي نفسك اخترت نفس الاختيارات بنفس التفاصيل، انت شخصيا مش حد غريب. فده حد من الناس يعني ممكن يعمل كده، ان هو فعلا يعيش نفس الحياة اللي عاشها في الاول بنفس التفاصيل بنفس الاختيارات. وحد تاني ممكن يعيش حياة فعلا مختلفة، اللي هو ايه، انا خلاص بقى رجعت، فانا مش هعمل الاختيار اللي انا عملتها في الحياة الاولى، فانا هختار اللي هو لمجرد بس ان هو يغير حياته مش اكتر، اللي انا مش هعمل كده زي ما عملت في الحياة الاولى. وبعد ما هيعمل كده، وبعد ما هيكبر، وبعد ما خلاص هيعيش بقى الحياة التانية عكس الحياة الاولى تماما، هيقول يا رب لو كان ليا حياة تالتة. مش هيرضى. هو حاجة هيقول يا رب لو كان ليا حياة تالتة، او هيقول يا ريتني كنت عشت نفس الحياة الاولى اللي انا عشتها. مش هيرضى، لا كده راضي ولا كده راضي. طيب عشان ما تتوهوش مني، خلينا نرجع للشخصية اللي انا عايزة اتكلم عليها الاساسية، اللي هي ليلى. ليلى لو كانت على فكرة انا مبسوطة قوي بالفيلم ده عشان اسمه على اسمي، خلينا نتكلم بس على ليلى الشخصية مش ليلى انا، ماشي. ليلى لو كانت اختارت حياة الفن وكملت فيها مهما كانت وصلت من نجومية وشهرة وفلوس، كانت هترجع تندم في آخر عمرها. كانت هتقول لأ، أنا يا ريتني كنت رجعت لجوزي، يا ريتني كنت كملت في حياة إن أنا أبقى ست بيت وحياة هادية وغير اللي أنا فيه ده. هي اختارت الاختيار التاني، هي رجعت لجوزها ورجعت إنها تبقى ربة منزل يعني. واحب اقول لكم انها في الاخر برضه هتندم في اي مشكله بينها وبين جوزها هتحصل، او في نهايه عمرها بعد ما تكبر ولادها يكبروا وتبقى قاعده لوحدها في الاخر، هتقول انا كنت في يوم من الايام مطربه مشهوره، وكان عندي جمهور، وكان عندي ناس بتحبني، وكان عندي فلوس. هي في الحالتين هتندم، سواء كده او كده. انا لما كلمتهم كده قالوا لي ان انت لخبطتينا. طب وبعدين؟ طب لما هي كده هتندم وكده هتندم، ايه الحل؟ الحل في كلمة بسيطة قوي، الرضا. كلمة بسيطة، الرضا. الرضا بس. وانك تكون واثق من اختيارك، وانك تكون واثق 1,000,000% ان مفيش حد بياخد كل حاجة، وانك تكون واثق ومتأكد ان انت عشان تاخد حاجة لازم تتنازل عن حاجة، او عشان تاخد حاجة واحدة ممكن تتنازل عن حاجات كتير. اهم حاجة ان الحاجة اللي انت اخترتها دي هي فعلا الحاجة اللي هتريحك، وان انت هتكون سعيد فيها. طيب ازاي؟ في واحد ممكن يشوف ايه مثلا اختيار لحد، ممكن واحد مثلا يشوف اختيار كلية مثلا، واحد يكون جايب مثلا 97%، 98%، 99%، دخله احسن كلية، وهو يدخل معهد الموسيقى. هو عايز يدخل معهد موسيقى، عايز يدرس معهد، يدخل مثلا كلية تربية رياضية. يا ابني يا حبيبي، انت جايب مجموع يدخلك طب، هندسة، يدخلك صيدلة، يعني كليات محترمة عالية. ليه تدخل نفسك في حاجة معهد وانت جايب مثلا فوق 97، 98%، 99%؟ هو ممكن حد يشوف الاختيار ده اختيار غبي، بس هو مريحني. انا ذاكرت وجبت مجموعة عشان انا متفوق بطبعي، انا بحب اذاكر مثلا. هو انا عشان عايزه ادخل معهد الموسيقى لازم اجيب 50%؟ او ايا كان المعهد بياخد ايه، لازم اجيب مجموع المعهد؟ يعني ما ينفعش ان انا اجيب مجموع عالي في السنة اللي انا فيها كمثلا ثانوية عامة، وبعد كده دي مرحلة خلاص خلصت بمجموعها بنتيجتها بمذاكرتها، وهشوف بقى اكمل في مرحلة تانية مثلا. ده مثال يعني. هو شايف حياته هتبقى مرتاحة كده، مش حابب يدرس طب، ومش عشان جبت انا 100% ان انا
شرط ان انا انجح في طب او ان انا هبقى مرتاح في طب. انا مش عايزه اضيع 7 سنين من عمري في طب، وان انا بعد كده الف على مستشفيات او ادور على دكتور، او انا اقعد اذاكر طول عمري في كتب الطب او كده. مش عايز. فما تحطش نفسك مكان حد. كل واحد ليه حياته، كل واحد ليه تفكيره، كل واحد ليه المنظور اللي بيشوف منه الدنيا، وكل واحد شايف دنيته ماشية ازاي. بتقولش انا لو كنت مكانك كنت عملت كذا. انت ليك حياة مختلفة عني، ليك ناس معاشرها مختلفين، ليك تفكير مختلف، صحيا مختلف، يعني في كل حاجة مختلف، في كل حاجة مختلف. فما تجيش تقولي انا لو كنت مكانك كنت عملت كذا. خليك في حياتك وعيش اللي انت شايفه مناسب ليك، وسيب غيرك يعيش اللي هو مناسب ليه واللي هو شايفه. اهم حاجة اللي انت تختاره تكون مقتنع بيه 1,000,000%، وان انت تكون فعلا قد اختيارك ده، سواء اذا كان حلو سواء اذا كان وحش. خلاص انت اخترت، كمل بقى. ما تجيش في اخر الطريق وتيجي بقى تبص للطريق من اوله تقول انا كان لازم اعمل كده. اولا الوقت مش هيرجع، ثانيا العمر ما بيرجعش، ثالثا مهما عملت عمرك في حياتك ما هتقدر ترجع اللحظة اللي انت اخترت فيها الاختيار اللي انت اخترته. فعشان ما تتعبش نفسك ولا هتطول اول الطريق ولا هتطول نص الطريق ولا هتطول اخر الطريق ولا هتطول حاجة خالص. فخليك واثق من اختيارك. عايز تاخد وقت تفكر فيه في اختياراتك قبل ما تختار، خد وقتك على الاخر. طبعا ما تقعدش تفكر سنين لان العمر مفهوش. اهم حاجة القرار اللي انت تاخده تكون واثق ومتأكد 1,000,000% ان هو ده القرار الصح اللي هيناسب حياتك، اللي هيريحك. وما تسمعش كلام حد. انا لو كنت مكانك كنت عملت. انت مش مكاني ولا عمرك هتكون مكاني، فما تقوليش انا لو كنت مكانك. مفيش حد مكان حد. ما تخليش حد يختار لك. اخترت، ثق في اللي انت اخترته واتكل على الله وعيش بقى ايا كان الاختيار اللي انت اخترته. ما تجيش بعد ما جبت 100% في ثانوية عامة تدخلي معهد موسيقى، وبعد ما تبقى موسيقار او تبقى ايا كان انت عايز تبقى مطرب بقى، تخصص اللي انت عايز تتخصص فيه، ما تجيش في الاخر تقول يا ريتني كنت دخلت طب زي صحابي، مش انت اللي اخترت. ما تجيش يبقى مثلا متقدم لك عريس مليونير ومتقدم لك واحد فقير، بس انت بتحبي الفقير، اتجوزتيه، خلصنا خلاص. انت اخترتي ومقتنعة باختيارك في الوقت ده. خليكي بقى مقتنعة بيه في الوقت ده، وبعد كده ما تغيريش رأيك بعد كده. ما تجيش تقولي له في مرة وانتوا بتتخانقوا ده انا كان متقدم لي واحد وكان ما هيجيب لي وهيجيب لي. انت اخترتي، محدش غصبك، وما تخليش حد يغصبك، وما تخليش حد يغصبكوا على حاجة، عشان خاطر ما تجيش في الاخر تقول لا ده انا مش انا اللي اخترت، ده انت اخترت لي. هو مش هيشيل اللي اختار لك، مش هيشيل، واللي اختار لك مش هيعيش عيشتك او مش هيعيش عيشتك. تمام. فما تخليش حد يجي يدخل حياتك يديك كلمة ويمشي، لا هو بعد كده هيبقى معاك لا في حلو ولا في وحش، ولا هيشوف بعد كده نتيجة الاختيار اللي هو اختاره لك. فعشان كده بقول لكم ما تخليش حد يختار لكم، ما تخليش حد يقول لكم انا لو كنت مكانكم كنت عملت كذا، ما تخليش حد يقول لك اعمل وما تعملش. لا انت فيك عقل، عارف حياتك ماشية ازاي، عارف شخصيتك متركبة ازاي، عارف ايه اللي يريحك وايه اللي ما يريحكش. ومفيش حد في الدنيا هيعرف ايه اللي يريحك غيرك. واختيارات البني ادم بتتبني على اساس شخصيته هو، مش شخصية حد تاني. ما تروحيش لصاحبتك تقولي لها انا ايه رأيك في العريس اللي متقدم لي، مش هي اللي هتعيش معاه. ما تروحش لصاحبك تقول له انا متقدم لي شغل كذا ايه رأيك فيه، مش هو اللي هيشتغل. ممكن يبقى شغل مريح جدا ومناسب جدا ليه هو، بس ما ينفعش ليك انت. وممكن يبقى العريس اللي متقدم لك مناسب جدا لصاحبتك وما ينفعش ليك انت. ما تخليش حد يختار لكم. ليلى في الفيلم شافت ان اختياراتها خلاص، هي دلوقتي عايزة تعيش في بيتها مع جوزها وترجع تاني للحياة اللي كانت فيها، سواء اذا كان بقى في بينهم مشاكل، سواء اذا كان رماها في الشارع، سواء اذا كان طلقها من غير حتى ما يسمع اسباب، ما فيش ظلمها وطلقها من غير سبب فعلا.
فهو كان ليه اسبابه في الوقت ده، وهي كان ليها اسبابها انها ترجع له في الوقت اللي هي شافت فيه ان هو صح. اتخلت عن نجوميتها، اتخلت عن شهرتها، اتخلت عن فلوسها. انت شايف ان هي غلط، هي شايفة ان هي صح في الوقت ده. اهم حاجة تكون واثق من اختيارك وتكمل فيه، عشان احنا مش هنعيش مرتين، احنا بنعيش مرة واحدة بس. مفيش كلاكيت تاني مرة، هي كلاكيت واحدة بس. عيشوا. وفرضا اذا اضطرتكم الايام واتجبرتوا على حاجة او ان انتوا بتعملوا حاجة غصب عنكم، حاولوا تبلوروها على شكل حياتكم. يعني حسنوا من الاختيارات اللي اتفرضت عليكم. كل واحد شايف حياته ازاي، خد الحلو من حياتك وحطها في الاختيار الصعب وحاول تحسن منه. سواء اذا كان اتحطيت في شغل مش عاجبك، شوف ايه المزايا اللي فيه وحاول تكبرها حتى لو في دماغك، عشان ما تشوفش الوحش او الجانب الوحش منه. وحاول لو في جانب وحش حاول ان انت تعدله. شوف ايه اللي صعب في الشغل عندك، او ان هو الناس مثلا اللي حواليك اللي مش مريحينك، وحاول تصلح حياتك في شغلك. اتجبرتي على جوازة او اتجبرت على جوازة، حاول تشوف الحلو منها. حاول تشوف البيت من منظور تاني، مش منظور ان انت خلاص بقى حاطط قدامك ان انت مجبر على الحاجة دي، فخلاص بقى انا هعيش بقى مجبر وهنام مجبر وهقوم مجبر. انسى حكاية ان انت اتجبرت على الموضوع ده، وعيش الحلو في الحاجة اللي انت مجبور عليها. انا بتكلم دلوقتي في الناس اللي هي غصب عنها اتفرض عليها حاجات مفيش بايديها اختيارات، غصب عنها. مش حد في قدامه اختيارات وراح ياخد رأي اللي حواليه. لا، ما تاخدش رأي حد. لو انت متاح ليك ان انت تتصرف بدماغك، اتصرف بدماغك، لان مفيش حد هيساعدك مهما كان. مفيش حد في الاخر هيشيل عنك، انت اللي هتشيل الليلة بحلوها بوحشها هتشيل الليلة بكل اللي فيها. فعشان كده بقولك اختار انت بنفسك، عشان لما تيجي بعد كده تقف قدام المراية تقول انا مسؤول عن اختياري وانا اللي هتحمل المسؤولية. الناس اللي اجبرت معلش، حاولوا تظبطوا حياتكم وتشوفوا الحلو فيها وتكبروه، وصغروا الحاجات الوحشة، ما تكبروهاش حتى في عقلكم، لان العقل زي العقل الصغير على حسب ما تعودوا. قلت انا سعيد هتبقى سعيد، قلت انا حزين هتبقى حزين، قلت انا هبقى حاجة هتبقى، قلت لا الموضوع صعب والحياة صعبة هتفشل وعمرك ما هتنجح في حاجة. عقلك زي العقل الصغير، على حسب ما توجهه هيمشي، وعلى حسب ما تعوده هيتعود. فحاولوا تظبطوا حياتكم، وحاولوا تختاروا لو ليكم فرصة تانية. اختاروا في الاختيارات اللي جاية حاجات تحسن من الاختيارات اللي انتوا اجبرتوا عليها في الاول. تمام، انا كنت حابة اشارك معاكم بس اللي حصل، وكنت حابة نتكلم مع بعض في حاجة يمكن في كتير من الناس بتتكلم عليها. انا لو كنت مكانك وانا لو كنت مكانك والكلام ده، مفيش حد مكان حد، ومفيش حد في الدنيا هيحس باللي انا حاسة بيه او اللي انت حاسس بيه او اي حد حاسس بيه. كل واحد ليه الدايرة بتاعته او المحيط بتاعه اللي هو عايش فيه، حياتك باشخاص اللي حواليك، بالاماكن اللي انت بتروحها، حتى مصروف بيتك، ليك ولاد، سواء اذا كان ليك ولد 2 3 4 10 ملكش خالص. مفيش حد فينا عايش حياة حد، ومفيش حد فينا يقدر يقيم اذا كان الاختيار ده هينفع للشخص اللي قدامي ولا لا، غيرك انت اللي تقيم الاختيار ده هينفع لحياتك ولا لا. اختار بنفسك، حب اختيارك، عيش عليه وموت عليه، وثق فيه عشان هو كمان يثق فيك. ثق في اختياراتك عشان هي تثق فيك، ونميها وكبرها. حتى لو اخترت غلط حاول تصحح الغلط بحاجات تدعم الغلط تخليه صح، او حاجات تجمل الغلط. اخترت زوج غلط، اخترت وظيفة غلط،
متاح ليك ان انت تغير، غير، مش متاح جمله. في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هقول لكم ازاي تجملوا الاخطاء اللي احنا بنخطئها، سواء اذا كانت عن قصد او من غير قصد. انا ليلى، مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم، و عايزه اشوف دعمكم. انا مش عارفه اذا كنتوا يعني اللي بيسمعني حابب الحلقات بتاعتي ولا لا، انا مش عارفه، فعشان كده محتاجه تعليقاتكم، محتاجه حد يقول لي اذا كان فعلا يعني الكلام اللي انا بتكلمه مفيد لكم ولا لا. لو في حد عايز اي حاجه، حد عايز يسال في اي حاجه، ممكن يكتب لي في التعليقات. طبعا ما تنساش الاشتراك واللايك، شير لو عجبتك الحلقه. بس اشوفكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم، ودايما ببقى مبسوطه لما ببقى معاكم. واي حد محتاج مني اي حاجه انا سايبه رقم تليفوني في الديسكريبشن. وانا مبسوطه بجد ان انا كنت معاكم، واشوفكم مع الحلقه الجديده ان شاء الله. مع السلامه.